من فترة مش بعيدة لقينا ممثلين كتيرة قوي بيلبسوا الألوان دي. ثواني كده، هي مش دي نفس ألوان السبعينات اللي الناس بتوع الفاشون كانوا دايما يتريقوا عليها ويقولوا إنها شبه ألوان البغبغان وشبه الكهارب اللي بتتعلق في فرح العمدة؟ إنما دلوقتي بقت ألوان مبهجة ومفرحة وكمان بتدينا طاقة إيجابية. يا سبحان الله. بس نجيله للحق، هي فعلا ألوان مبهجة جدا. بس يا ترى هيحصل ايه لو حد حب يفرش شقته بالالوان المبهجه المفرحه دي؟ هنقول عليها فعلا الوان مبهجه وبتدي طاقه ايجابيه، ولا هنقول عليها فرح العمده؟ طب تعالوا نشوف كده الناس اللي بتحب الالوان لما تقرر تفرش شقتها هيطلع شكلها عامل ازاي. واحب جدا اقرا تعليقاتكم على الحاجات اللي انتوا هتشوفوها النهارده في الفيديو. يلا بينا. تعالوا نشوف هنا اول صوره معانا. الوان الفوتاي مختلفه تماما عن الوان الكنبه، والالوان كلها اساسا ملهاش اي علاقه ببعض، يعني فوشيا واورنج وتركواز. لو اخدتوا بالكم من المشايه الصغيره اللي في اول الصوره اخضر وبيبي بلو وابيض واحمر، يعني فيها كل الالوان تقريبا. وكمان الطبلوهات عندنا الوانها كتيره جدا، والكوشنز طبعا الوانها برضو مختلفه خالص. نخش على الصوره اللي بعدها. كمية الأورنج اللي موجودة في الصورة، الحيطان والأثاث نفسه بالدرجات الأورنج المختلفة، والمكتبة اللي موجودة برضو بالأورنج، وكمان الكوشنز اللي موجودة على الكنبة في منها بينك كتير وأصفر. وتعالوا نشوف الحاجة اللي شدتني قوي في الصورة دي، هو طبعا السرير اللي باللون الأصفر. أنا عمري في حياتي ما شفت سرير باللون ده. وكمان الحيطة لونها أورنج، أنا مش عارفة هي أصفر والإضاءة هي اللي ملعوب فيها ولا إيه، بس يعني الأوضة عامة كلها شكلها غريب بالنسبة لي. غرفة نوم كمان، طبعا شايفين الألوان الموجودة في الحيطة شكلها عامل ازاي. أورنج وأزرق ولبني وأخضر وأورنج ده تقريبا برضو أو ايه مش عارفة، يعني درجة من درجات الأحمرات كده، والحيطة التانية أحمر. والديكورات اللي موجودة بقى الشمسية باللون البينك، والسايد تيبل اللي موجودة جنب السرير باللون الأخضر، يعني غريبة قوي. وهنا طبعا ميكس الألوان ما بين الأورنج والأخضر، وعشان نكسر الحدة بتاعت اللون الأورنج طبعا الكوشنز بالأصفر، والأكسسوارز برضو اللي موجودة على الترابيزة فيها أصفر وأخضر. تعالوا نشوف ميكس الألوان برضو في غرفة النوم دي. على فكرة الغرفة دي مش حقيقية، هو جرافيك بس. تعالوا كده نتفرج على شباك السرير والألوان الكتيرة اللي موجودة فيه. وهنا يعتبر ميكس الألوان هو معتمد على السرير بس. اللي موجود كمان البنش اللي موجود جنب يعني قدام السرير برضو عليه ألوان كتير، والملايات والمفارش اللي موجودة على السرير. هنا بقى عندنا ألوان كتيرة قوي في المطبخ، يعني بينك ولبني، وعندنا الأحمر في الحيطة اللي قدام السفرة، والسفرة نفسها بالأزرق، والسجادة كمان فيها بينكات كتير. هنا عندنا ميكس الألوان البترولي مع البينكات، والسجادة طبعا فيها كل أنواع الورد وكل ألوان الورد اللي ممكن تشوفوها. عايزة أعرف رأيكم في التعليقات على الصور اللي انتوا شفتوها النهاردة دي، ويا ترى في حد ممكن يعمل بيته بالألوان دي، ولا انتوا مش متقبلين الفكرة أصلا؟ أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.